سلام سلام، واش راكم؟ شحوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم بحلوة الطابع ولا الطرنو الجزائريه الغنيه عن التعريف، بدون بيض، راح تجي بزاف بنينه وتجي تتقرمش ولا تفرق عن اللي فيها البيض. شوفوا كيفاش تجي روعه يا البنات، يعني طريه وذب وتتبسس، يعني ما شاء الله. نمر للمقادير وطريقة التحضير. في غيسيبيون عندي كاس 220 مليلتر سكر عادي، مع كاس زيت، مع كاس حليب. هنا الزيت لازم يكون بارد، بما ان في الصيف والحلويات تاع الزيت كامل يحبوا الزيت بارد باش ما تخرج الزيت من العجينه تاعنا. ضفت عليها على راس المغرف ملح وملعقه صغيره فانيلا ومبشور الليمون. هنايا اللي ما عندهاش مبشور الليمون عادي تكتفي بالفانيلا. وضفت عليها المكون اللي راح يخليها طريه وهشيشه يعني وتتقرمش، هي ملعقه كبيره مايزينا. راح نضرب كل شيء بالباتور، ولا تقدري تخدمي غير بالفوي، لكن راح تعبك شويه حتى يذوب كامل هذاك السكر اللي من تحت باش نقدروا نضيفوا الفارينه. هنا راح نضيف كميه مليحه من الفارينه. ماذا بكم غاليتي الفارينه تاعكم تكون مغربله، راح تعطيكم نتيجه افضل. ونضيف عليها 2 اكياس خميره الحلويات من وزن 10 غرام. ونكمل نعجن بيدي، ديما انايا نعجن بيد واحده واليد الاخرى نبقى نتستي بها العجينه كيما هاك. نبقى نضيف في الفارينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه متماسكه. هنخليوها طريه كيما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاع العجينه تاعنا، خليوها طريه قدر المستطاع باش تجيكم طريه. هنا فرشت كيس بلاستيكي، راح نحل العجينه من الفوق. هنا ايفيتي وديروا الفارينه من تحت، يعني حلوها فوق كيس بلاستيكي خير باش ما تيبسلكمش العجينه تاعكم. راح نحلها بهذه الطريقه ونخليها شويه خشينه، ما ترقوهاش بزاف. هنا انا حليتها على سمك 1 سنتيمتر. ونبدا نطبع بالطابع بالشكل اللي حبيته. انا درت اشكال مختلفه، يعني كل عجينه درت منها اشكال مختلفه. شوفوا السمك تاعها بالتقريب، يعني كيما قلت لكم 1 سنتيمتر. وما تنساوش غالياتي هذيك الجام الحلوه، ربي يحلي ياماتكم ان شاء الله. وما تنساوش لابوني للقناه، ان شاء الله بيكم تكبر العائله تاعي. هنايا عندي حبه تاع بيض، راح نضربها مليح بعد ما كملت كامل الحلوى تاعي في السنيوه. ونجيب عليها حوالي ملعقه صغيره من القهوه. هنا القهوه راح تخلي الحلوى تاعكم حمراء الله الله، يعني طيب حمراء الله الله. اون بليس تنحي لكم كامل الريحه هذيك تاع البيض. هنا بالنسبه للي عنده الحساسيه من البيض، يعني حب هذه الحلوى تاعو تكون 100% بدون بيض، يدير الحليب وقهوه، يعني يدير شويه تاع حليب، يدير لها قطره تاع قهوه وتدهن بها من الفوق. راح نجيب البانسو ندهن كامل الحلوى تاعي من الفوق كيما هاك. بعد ما كملتها ندير لها رشه تاع سكر، ولا اللي حابه دير لها فيرميسيل، ولا كل وحده دير واش توفر عندها. ندخلها الفرن على 180 درجه، طيب من التحت وتزيد تحمر مليح من الفوق. وهذه هي الشكل النهائي تاع الحلوى تاعي. شوفوا كيفاش طابت حمراء الله الله. وهذه هي وصفتي لنهار اليوم، نتمنى تعجبكم وتنال رضاكم. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رباحتكم وسلام.